الدولار علي. طب تعالوا اقول لكم على وصفه اقتصاديه وصحيه في نفس الوقت. يامي يامي، اعملوا سيف ويلا بينا. المسقعه، هنجيب 4 بتنجانات ونقطعهم بالسمك دوت، ونجيب طماطم وفلفل رومي نقطعهم شرايح، وممكن نعمل كمان فلفل حار. هنجيب صينيه نحطها على النار ونحط عليها معلقه زيت، وتبتدي ارص البتنجان زي ما انتم شايفين كده. اول ما لونه يغير ويبتدي يطرى شويه هبتدي اشيله من على النار، وبعد كده احط الفلفل الرومي. اول ما برضو الاقي لونه يتغير ابتدي اشيله. ممكن الخطوه دي تتبدل ان انا احطه في الفرن. هنجيب بقى الخطوه دي اختياري، لو عايزين تعملوا مسقعه باللحمه المفرومه نجيب معلقه سمنه ونشوح فيها بصل، وبعد كده احط اللحمه المفرومه والتوابل اللي انا هكتبها لكم في الكابشن. هزود بعد كده معلقه صلصه وابتدي اقلب، واروح شايله بقى اللحمه المفرومه، ونرجع للصينيه اللي احنا كنا عاملين فيها البتنجان. احط فيها معلقتين توم كبار والطماطم، بس ما كنش فرماها جامد، تبتدي كده تاخد غلوتين، وارجع بقى البتنجان والفلفل الرومي اللي انا كنت حطاه. كده هجيب الصينيه بتاعتي ارص فيها الاول رق بتنجان مع فلفل، وبعد كده لحمه مفرومه، واروح مكمله بقيه البتنجان والفلفل اللي كانوا عندي. كنت هشايله كده كوبايه طماطم كده على الجنب اللي هي كانت فيها توم، اروح بقى احطها على الوش. الريحه ابتدت تطلع يامي يامي، واروح بعد كده ندخليها الفرن تحت الشوايه وتطلع جوسي وجميله. اعملوا سيف الوصفه، واللي جربها يقول لي الله